ليه يا جماعة بطلتوا تعملوها؟ دي سهلة وجميلة وطعمها حلو جدا. معايا حلة على النار فيها شوية مية، اول ما المية تغلي انزلي بقى باللوبيا اللي انتي المفروض تنقعيها لمدة 6 ساعات. بس لو مستعجلة ممكن نسيبها لمدة ساعة او ساعة ونص. هسيبها بقى تستوي على النار هادية، بس ما تخليهاش تكمل سواها على النار بنسبة 100%. تعالى اقولك بعد كده الخطوة ايه. هجيب بقى معايا بصلاية ومعلقة من السمنة البلدي وابدأ اللي انا احمرها فيه. اول ما البصله تدبل كده معايا انزلي بفصين توم مفرومين. وبعد كده بقى اول ما تشمي ريحه التوم انزلي بقى بعصير الطماطم المضروب في الخلاط ومتصفي. انا كان عندي في الفريزر، اول ما فكت معايا بالشكل دوت نزلت بقى بمغرفتين كده من الشوربه. في المرحله دي اللوبيا كانت خلاص بدات اللي هي تستوي معايا، فشلتها طبعا بسرعه من الميه وصفيتها كويس جدا. هبدا انزلها بقى في قلب الصلصه وهسيبها تاخد غلوتين 3، وانزل عليها بقى بالتوابل عبارة عن ملح، فلفل اسود، شوية من الكمون، وكمان لو عندك 7 بهارات هنحط حاجة بسيطة. هسيبها بقى تستوي على نار هادية، وانزل بقى بقطع اللحمة. وطبعا اللحمة اللي انا مستخدماها في قلب الوصفة دي لحمة موزة. تقدري تعملي جنبيها بقى احلى واطعم شوية رز بالشعرية، والله على الاكل بتاع زمان.